السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة هنعمل كيكة التايجر. أول مرة تشوفي قناتي معاكي مطبخ أسماء علي. كيكة التايجر يعني كيكة الشاي، يعني أسهل كيكة ممكن تعمليها، وكمان أسرع كيكة وأنجح كيكة. هتعمليها في 10 دقايق وهتطلع معاكي هشة وطرية، طعمها حلو جدا جدا. كمان مكوناتها سهلة وطريقتها سهلة جدا جدا. تابعيني لآخر الفيديو عشان تعملي العظمة دي بقى وتطلعي أحلى صينية كيكة ولادك هيحلفوا بيها. طعمها حلو جدًا، جدًا، وطعمها كمان مضبوط. تعالوا نسمي الله، وأول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق. أهم خطوة إن إحنا نخلهم كويس جدًا، جدًا. نخل الكيك يا حبايبي بيطلّع الكيكاية بتاعتِك هشة ولا يمكن تبوظ منِّك. خلاص كده تمام، نخلت كوبايتين الدقيق ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، حوالي كيس كده بيكنج باودر. هاقلب المواد الجافة مع بعضها كده وهاركنها على جنب. تعالوا بقى نحضّر المكونات السائلة بتاعتنا. معايا إيه، معايا الخلاط ومعايا كوباية من السكر وكوباية من اللبن، يعني تعايري بكوبايات كلها قد بعضها، وكمان معايا بيضتين. هاضيفهم كده مع بعضهم، وهاضيف معايا كوباية إلا ربع من الزيت، يكون بس الزيت ريحته حلوة، ومعايا كيس من الفانيليا، وهابدأ إن أنا أضرب المكونات دي كلها في الخلاط. أضربها كويس جدًا، جدًا، ونرجع بقى نقلبها مع المواد الجافة بتاعتنا. خلاص كده ضربتها، هابدأ إن أنا أقلبها كويس جدًا، جدًا. وصفة سهلة وبسيطة، وكيكة التايجر زي ما قُلت لكم كده من أسهل الكيكات وأنجح الكيكات. تعمليها وتشربي بيها الشاي حلوة جدًا، جدًا. خلاص كده قلبت المكونات كلها، هابدأ إن أنا هاقسمها يعني على نُصّين، نُص هاخلّيه أبيض والنُص التاني هاعمله بالشوكولاتة أو هاعمله بالكاكاو. خلاص كده تمام، هابدأ إن أنا أقسمه نُصّين. تابعيني لآخر الفيديو عشان تشوفي كل حاجة تفيدِك. خلاص كده أنا قسمت المقدار بتاعي 2، النُص اللي هو بالكاكاو هاحط كده عليه حوالي معلقة ونُص من الكاكاو الخام اللي هو مش مُحلّى، بابدأ إن أنا أقلّبه كده عليه. خلاص كده مش هاضيف أي حاجة تاني. هاجيب الصينية بتاعتي وهابدأ إن أنا أرُشّها رشّة من الزيت. طبعًا قبل ما نشتغل في الكيكة متفقين إن إحنا بنكون مشغّلين الفرن عشان الفرن يبقى سخن. أول ما أحط الكيكاية بتاعتي بتبدأ ترفع على طول. الناس اللي بتقول لي الكيكاية ما بترفعش معايا، الكيكاية بتهبط معايا، الكيكاية بتطلع من قلبها نيّة، لأ، لازم نشغّل الفرن حبايبي قبل ما نبدأ في الكيكاية بتاعتنا، يعني 10 دقايق لا نشتغل في الكيكاية بنكون مشغّلين الفرن. زي ما أنتم شايفين كده أنا حطيت كوباية، وهابدأ إن أنا أضيف حبّة من دي وحبّة من دي، يعني ما فيش أسهل ولا أسرع من كده. عاوزة تعملي بكبشة ممكن تعملي، عاوزة تعملي بمعلقة من هنا ومعلقة من هنا ممكن تعملي، بس أنا اخترت لكم كده موضوع الكوباية ده عشان أسهّل عليكم شوية. يعني زي ما أنتم شايفين كده بيبقى حوالي كبشة من دي وكبشة من دي، بنضيفها كده على الكوباية بتاعتنا، وخلاص كده بتبقى سهلة وبسيطة. أول ما المقدار خلاص يخلص معايا، بابدأ إن أنا أشيل الكوباية وما فيش أي حاجة بتحصل خالص، يعني هتطلع معايا مضبوطة زي ما أنتم شايفين كده. باجيب بقى خِلّة كده الخشبية دي، وبابدأ إن أنا أشكّلها كده وأعمل لها شكل الوردة. الناس اللي كنت مستغربة وكانت بتبقى مستغربة إزاي الكيكاية بتطلع كده وشكلها بيطلع كده، هي دي الطريقة المضبوطة، طريقة ناجحة 100%. طبعًا سخّنت الفرن، حطيتها في الفرن، حطيتها قد إيه يا أسماء؟ حطيناها تِلت ساعة، يعني 20 دقيقة. في أي فيديو بتاع كيكات معاكم متفقين إن إحنا بنسيب الكيكاية 20 دقيقة. أنجح طريقة هي إن أنتِ تسيبي الكيكاية 20 دقيقة، ما تفتحيش عليها ولا بعد 10 دقايق ولا 15 دقيقة، هي تِلت ساعة وبس. تشمي ريحتها تبدئي إن أنتِ تفتحي عليها، هتطلع معاكِ أنجح كيكة. يعني بعد الفيديو دوّة استحالة إن الكيكة تهبط معاكِ أو تبوظ معاكِ أو تطلع حتى هابطة معاكِ. الناس اللي شافت فيديوهاتي وعملوا نفس الوصفة وييجوا يقولوا لأ دي الكيكة هبطت مني أو الكيكة ما طلعتش مضبوطة معايا، أكيد بتفتحوا الفرن عليها. فزي ما باقول لكم كده الكيكاية ما ينفعش تفتحي الفرن عليها قبل تِلت ساعة اللي هي 20 دقيقة. هتفتحي الفرن بعد 20 دقيقة هتطلع معاكِ أحلى وأنجح وأطعم كيكة ممكن تعمليها في حياتِك. وصفة ممتازة، كيكة التايجر طعمها حلو جدًا، جدًا.
حلوة جدًا كده جنب الشاي بلبن، شاي سادة، يعني تنفعِك بصراحة في الفطار، تنفعِك في العشا، حتى لو يعني حطيتيها في علبة أو حاجة وخدتوها معاكم الشغل أو المدارس، تبقى حلوة جدًا، جدًا. كمان هاعملها لكم برضه في الcupcake كيك تطلع معاكم حلوة جدًا، جدًا، هشة وطرية وطعمها لذيذ جدًا. يالّا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.